هو في اكل شرير واكل طيب؟ طيب، امال ايه بقى حكايه نظام ترند الطيبات ده؟ في دكتور ليه فيديوهات طالعه، لو عايز تظبط صحتك كل رز ومكرونه ومربى وابعد بقى عن الخضار والفاكهه. هو ما كانش ان احنا ناكل خضار وفاكهه ونبعد عن العكس؟ طب ايه حكايه نظام الطيبات؟ ده نظام بيروج ليه دكتور اسمه ضياء العوضي. مين بقى دكتور ضياء العوضي ده؟ ده دكتور متخرج من كلية طب جامعة عين شمس مع تقدير امتياز مع مرتبة الشرف. والدكتور ده كان طالع يروج لنظام اسمه الطيبات في برامج كتير على التلفزيون. والنظام ده اصلا كان طالع او كان بيروج ليه ان هو بيعالج الامراض المزمنة. يعني ايه بيعالج الامراض المزمنة؟ يعني في نظام دلوقتي لما هنمشي عليه اي مرض عندنا هيختفي خلاص، مش هيبقى موجود وهنبطل ادوية. انا ما عنديش مشكله ان حد يطلع بترند او نظام غذائي ويقول لك الاكل ده حلو والاكل ده وحش، عشان ده بيحصل من زمان جدا وفي ترندات لاكل وانظمه كتيره جدا. لكن المشكله عندي هنا انك تقول لي بطل الدواء اللي انت بتاخده ولما تمشي على النظام ده انت صحتك هتتحسن والمرض اللي عندك هيروح. وطبعا بقى الناس ما صدقت، انا هاكل محشي ورز وجانك فود وهضرب سكريات زي ما انا عايز وصحتي هتبقى بوم. ده دكتور هو اللي قايل كده. طيب ايه مميزات النظام ده وايه عيوبه؟ مميزات النظام ده ان شفت فيديوهات كتير وناس كتير قالت وناس اعرفها ان جهازهم الهضمي بقى مرتاح اكتر. ناس بطلت بيض وفراخ، وفي ناس تانية كانت مصوره ان هم كان عندهم انتفاخ بقاله سنين بيحاولوا ان هم يمشوه وراح. وطبعا فيديوهات زي دي لما تطلع وناس تشوفها طبعا 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 انا همشي على النظام ده وهجربه. ايه بقى عيوب النظام ده؟ انت المفروض بقى هتبطل فاكهه وخضار والاكل الصحي كله، وهتمشي على اكل هو حرفيا ما فيهوش فيتامينز نهائي. طب يعني انا دلوقتي لو حد بصحه جيده وبطلت خضار وفاكهه ومشيت على النظام ده، في الاول خالص هحس ان الجهاز الهضمي ممكن يكون مرتاح فعلا، بس ايه اللي هيحصل بعدين؟ هتلاقي عندك نقص حاد في فيتامينز كتيره جدا. وبعدين على المدى الطويل لو انت فعلا كملت عليه، انت بقى هتلاقي شعرك بيقع، جلدك بقى مش كويس، هتلاقي يعني نتائج كتير مش هتحبها بعدين. اختي جت قالت لي النهارده طب ما احنا ممكن ناخد الفيتامينز دي من تابلتس اللي هي بتبقى في الصيدليه. طب هو المفروض اصلا ان احنا نبقى حياتنا كلها ماشيين بناخد فيتامينز تابلتس؟ هو اصلا ده شيء مش صحي، والمفروض ان الدكتور هو اللي بيوصف حاجه زي كده. المفروض الفاكهه والخضار وكل الاكل اللي بناكله ناخد منه الفيتامينز، ولو عندنا نقص حاد الاكل اللي هو مش هيقدر يوفر لنا ده ان احنا بناخد فيتامينز. ليه الدكتور كان بيتكلم عن الخضار والفاكهه؟ هو علشان المبيدات الحشريه او الهرمونات اللي بتتحمي بها الفراخ او الحيوانات بشكل عام، بس ده موجود في كل الدول. لو انت انسان عندك ارض زراعيه وبتربي الحيوانات وانت اللي مسؤول عن تغذيتها او الحفاظ عليها، انت مش محتاج انك تبطل اكل خضار وفاكهه. انت براحتك تشتري الاكل بتاعك من المكان اللي تحبه، بس لو انت عندك اي مرض اياك 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 تبطل الدواء. ولو انت تعرف حد او انت شخصيا جربت النظام ده ومشيت عليه ولقيت عيوب او مميزات، اكتب لي في الكومنتات.